بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وفي احسن حال، ورمضان كريم علينا وعليكم كده ان شاء الله. رمضان بيجري بيجري بيجري، يعني واخد في وشه كده، عدى 10 ايام منه. هو كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيده علينا وعليكم كده يا رب العالمين. احنا النهارده هعمل حاجه خفيفه قوي، فيديو خفيف كده ولذيذ وحلو. حاجه لازم نعملها يوميا في رمضان، وهو العصير. احنا متعودين ان لازم في رمضان نعمل عصير بقى مختلف. كل يوم نعمل اي نوع عصير موجود في البيت. وفي عصائر خاصه برمضان، يعني ما بتتعملش غير في رمضان، زي التمر هندي وزي العناب وزي القمر الدين وزي عصير البلح. الحاجات دي. فانا النهارده هقدم لكم العناب او التمر هندي مع الكركديه. هقدمه لكم النهارده ان شاء الله. انا جبت قطعه من التمر الهندي زي ما انتم شايفين، هي كمان بالبذر. فجبته وقطعتها كده قطع صغيره، ورحت حاطه عليها برضو حبه من الكركديه، اللي هو الورق الكركديه اللي عندي. حطيت ده على ده، وبعدين بروح حاطه عليهم كميه ميه كويسه، لان هو كده مركز، يعني هو كده مش العصير لا. فانا بحط عليه حبه ميه وبسيبه يغلي على النار. شوفوا بيغلي على النار شكله عامل ازاي. وريحته طبعا التمر هندي من العصاير اللي بيبقى ليها ريحه حلوه وطعم حلو قوي قوي قوي، وخصوصا المزازه اللي فيه دي بتبقى حلوه جدا. وبعد كده بعد ما يغلي بروح جايباه وهو لسه يعني سخن سخن، لسه نازل من على النار يا دوب هدا بس. بروح مصفياه عشان اضيف له السكر. اما بضيف له السكر وهو سخن بياخد نسبه سكر اقل بكتير من اما يكون بارد. يعني لما بيكون بارد بقعد احط سكر واحلي فيه فما بياخد سكر كتير، لكن لما بحطه وهو سخن زي ما انتم شايفين بياخد سكر قليل. اي حاجه سخنه بنحط عليها سكر فبتاخد سكر قليل من اقل من الحاجه البارده. بعد كده حطيت السكر هو كده مركز، وهبدا بقى ادوبه هقعد ادوب فيه لحد السكر ما يدوب خالص. وطبعا التمر هندي او العناب سخن، فالسكر بيدوب على طول. وبعد كده اللي هو الحاجات اللي طلعت منه دي بروح حط عليها ميه برضو، وبسيبها لاخر النهار ازود بيها العصير. فدلوقتي بقى انا هسيبه زي ما انتم شايفين كده بعد ما دوبته لحد ما اجي اعمله قبل الفطار اهو. قبل الفطار انا خففته بقى بالميه زي ما انتم شايفين اهو. تحط بقى في حبة تلج لو انتوا بتحبوا التلج، حتتين تلج كده. وده احلى عصير رمضاني بتشربوه، العناب او التمر هندي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.